الفيلم بيبدأ بمشهد يجمد الدم في العروق. ست مصابة جامد وبتعرج في منطقة مقطوعة، ووراها عربية بتجري وراها. الست مش قادرة تكمل، بتقع على الأرض من التعب. وفجأة الراجل اللي ساق العربية بينزل وبيديها إزازة مية. هي بتشرب بإيدين بتترعش، بس المفاجأة إنه بيديها مسدس ورصاصة واحدة. الست بتلحق تحط الرصاصة في المسدس، وفجأة الراجل بيركب عربيته وبيدهسها بالعربية وبينهي حياتها. بعد كده الكاميرا بتنتقل على بنت اسمها بوبي، سايقة لوحدها في وسط الصحراء. بيجي لها مكالمة من أختها الكبيرة آنا، اللي بتترجاها ما ترجعش لحبيبها السام. أنا كمان بتقترح تكلم أبوهم يساعدها، بس بوبي بتقول لها لأ، لأنها أصلا مش طايقة أبوها. وساعتها بنعرف إن بوبي مش بريئة، دي نصابة صغيرة اتقبض عليها قبل كده، وأبوها هو اللي خلصها من السجن بمعارفه. أنا بتستغرب وبتقول لها لو أنت بتكرهي بابا كده، إزاي لقيتي حبيب شبهه بالظبط؟ بوبي ما بتعرفش ترد وبتسكت. بعد شوية بوبي بتوصل محطة بنزين وبتقفل مع أختها، وهي بتملى العربية بيظهر شريف المنطقة بلاستين. بيسمع المكالمة اللي كانت سخنة بينها وبين أختها. بوبي بتقول له دي أختي النكدية بس، وهو بيقول لها إنه فاهم، أصل عنده أخ غلس زيه. الراجل بيحاول يبقى لطيف وبيقول لها أجيب لك صودا. هي بترفض، بس هو بيروح يشتريها وبيعرضها عليها برضه. بوبي بتحس إنه غريب وبتقول له شكرا مش عايزة، وفي الآخر بيمشي. بعد ما بتخلص وبتدفع بتكمل طريقها، واختها بتتصل تاني تحاول تفكرها ان حبيبها ريت ضربها قبل كده. بس بوبي بتقلل من الموضوع وبتقول غلطة وعدت، وبتدوس بنزين وبتسرع. المصيبة اللي بيلمحها تاني هو نفسه الشريف بلاستين، بيضرب سارينا وبيوقفها. بوبي بسرعة بتحط روج وبتقول يمكن امشيها بالذوق، بس الصدمة هو بيتهمها انها كانت مسرعة، وكمان رمت حاجة كسرت كشاف عربيته. بوبي بتقول له ما عملتش كده، يمكن الكشاف اصلا كان مكسور. هو ما بيقتنعش وبيكتب لها مخالفة ب1000 دولار. بوبي بتتعصب وبتقول له انها مش قادرة تدفع، فبيقول لها تمام اديني 300 بس عشان اصلح الكشاف ونبقى خالصين. لكن بوبي مش معاها كاش كفاية، فبيأمرها ترجع محطة البنزين تسحب من الاي تي ام. وفي اللحظة دي تليفونها بيرن تاني من ريت. الشريف بلاستين بيتضايق وبياخد التليفون منها عشان ما تهربش. بوبي بترجع محطة البنزين زي ما بلاستين قال لها، وبتدخل تسأل الكاشير عن الاي تي ام. الراجل بيقول لها بمنتهى الهدوء ده فاضي بقاله اسبوع. بوبي بتتنرفز، ايه القرف ده، حتى الاي تي ام بايظه. بتحاول تشتري بيره بالكارت، الكارت بيترفض. فبتقعد تفضفض للكاشير عن اليوم الزفت اللي هي عايشه فيه، وبتقول له ان الشريف عامل لها زي الكابوس ومش عايز يسيبها في حالها. الكاشير بيرد عليها بجمله تجيب رعشه، يا انسه ده عادي هنا، كل شويه بيجي بنت وبتقول نفس الكلام. اخر واحده كمان قالت لي انها عايزه تسحب فلوس عشان تدفع للشريف، وبيقول لها كمان على فكره هو الوحيد هنا، مفيش غيره شرطه في المنطقه. بوبي بتستوعب ان الموضوع مش صدفه، الراجل ده طالع بيتسلى بالناس، فبتاخد قرار لحظي تسيب الموبايل وتجري تهرب. في نفس الوقت بلستين قاعد في عربيته، بيجيله اتصال من ريت على موبايل بوبي. الشريف بيرد بكل بجاحه انت مين يا زفت، وبعدين بيقفل في وشه. ريت بيقعد محتار مش فاهم ايه اللي بيحصل. الشريف بعدها بيطلع من عربيته، بيجيب بندقية فيها منظار وبيبدأ يمسح المنطقة. وفجأة بيلمح عربية بوبي من بعيد، فبيضرب بالنار وبيكسر الكشاف الخلفي بتاعها. بوبي مش واخدة بالها وبتكمل سايقة لحد ما بيجي وراها وبيجبرها تقف. بيتهمها انها بتحاول تهرب، وبيوريها الكشاف المكسور وبيقول لها شفتي مخالفة تانية وغرامة جديدة. وبمنتهى البجاحة بيخليها تقف جنب العربية وبيفتشها كأنه بيدور على مخدرات. بوبي بتحس بالإهانة والذل، بس عارفة إن لو قاومته هيولعها أكتر. بعدها بيقول لها في مطعم قريب تقدر تسحب فلوس من هناك، وبيصادر رخصتها وبيهددها لو ما عملتيش كده هسجلك مطلوبة. بوبي بتضطر تسيب المكان وبتمشي، بس وهي ماشية بتلاقيه موجه عليها سلاح. بتتخض وبتفقد السيطرة على العربية بتحود وبتغرس في الرملة. بوبي بتضطر تنزل من العربية وبتكمل مشي، والعرق بينزل منها بغزارة. بعد ساعات بتوصل للمطعم، داخلة كأنها خارجة من ماراثون. جوه المطعم بتلمح راجل سايب فلوس على الترابيزة قبل ما يدخل الحمام. بوبي بتستغل الفرصة وبتاخد الفلوس، بتجري على التليفون العمومي وبتكلم ريت، بتشرح له الكابوس اللي هي فيه وبتستنجده. بس كالعادة الرئيس توكسيك بوي فريند بيقول لها اكيد بتكذبي وبتخونيني مع الشرف. بوبي بتنهار وبتقفل في وشه. بعدها بوبي قاعدة في المطعم ولسه بتلملم أعصابها، بتيجي الويترس إيمي بتسألها تحبي تشربي إيه يا قمر. بوبي بتطلب قهوة، بس فجأة وشها بيتخض وهي شايفة مين واقف بره. أيوة الشريف بلستين. بوبي بتهرب بسرعة على الحمام وبتفكر تطلع من الشباك، لكن بتلاقي الشبابيك كلها عليها حديد، يعني مفيش هروب. بتتنهد وبتقول حظ زفت والله. بتضطر تخرج من الحمام، وهوبا بتلاقي عربيتها متشالة بره المطعم وراكنها الشرف. بوبي بتفهم ان الراجل ده مش بيلعب،
ده عاملها لعبة في ايده. لكن البنت دي مش غبية، بتمسك التليفون وبتتصل بالنجدة وبتبلغ بلاغ كاذب ان في سرقة في محطة البنزين. الخطة بتنجح والشريف بيضطر يسيبها ويروح يشوف البلاغ. بوبي بتجري على عربيتها بسرعة وبتتصدم انها لقت الكشافات الخلفية اتصلحت، يعني الراجل ده بيلعب معاها لعبة قذرة من الاول. في نفس اللحظة الراجل اللي بوبي سرقت فلوسه من شوية بيرجع وبيكتشف ان الفلوس اختفت. بيتهم الويترس ايمي ان هي اللي سرقت. البنت بتنكر لكن صاحب المطعم بيطردها من غير نقاش. ايمي بتخرج منهارة ودموعها نازلة. بوبي بتشوفها وبتأنيب ضمير بتقول لها انا السبب. بتروح لها وبتعرض توصلها بالعربية، وايمي بتقول لها انها ملهاش اهل وعايشة حياتها من وهي صغيرة على المخدرات وابوها مدمن وامها بتضربها. بوبي بتتأثر وبتقرر تحكي لها برضو عن طفولتها التعيسة. ابوها كان بيضربها هي وامها، لكن الغريب انه عمره ما مد ايده على اختها أنا. ايمي بتبص لها وبتقول يمكن كان بيستغلها بطريقة تانية، مش شرط يضربها. الكلام بيخبط بوبي زي الطوبة وبتفهم لأول مرة إن أنا كانت طول الوقت بتحميها من بلاوي أبوها. بوبي بتنهار في العياط وإيمي بتحاول تهديها. وفجأة بوبي وهي سايقة بتلاقي إيمي جنبها بتتكلم عن الشريف وتقول لها إنها شافته قبل كده بيعاكس بنات، وإن في بنات كتير بيجوا على المطعم يقولوا إن عربياتهم عطلانة، وأول ما الشريف بيجي كلهم بيبقوا مرعوبين. وهما بيتكلموا رصاصة بتخترق دماغ ايمي. بوبي بتصرخ، الدم بيملى العربية وهي في حالة صدمة. بتلتفت وراها بتلاقي عربية بلاستين جاية عليها. بوبي بتدوس بنزين وبتعيط وبتقول سامحيني يا ايمي انا السبب. والشريف بيخبط عربيتها من ورا كأنه بيلعب لعبة سباق وبيقول لها من السماعة فاكرة نفسك بتحب اللعبة دي يا بوبي. بوبي وهي مرعوبة بتشوف عربية نقل راكنة على جنب الطريق، بتقول يا رب تكون دي طوق النجاة. بتنزل تجري على السواق وبتعيط وبتترجاه يساعدها. الراجل بيطلع راجل جدع، بيشوفها مرعوبة فبيروح جايب بندقية الصيد بتاعته فورا وبيقول لها ايه اللي حصل يا بنتي، مين وراكي؟ بس قبل ما يلحق يتصرف مين بيظهر؟ الشريف بلستين. بيقول للسواق بكل هدوء نزل السلاح يا عم الحاج، البنت دي مطلوبة في جريمة قتل. بوبي بتقول له ايه الهبل ده، هو اللي قاتل، هو المجرم. بلستين بيقول ما تصدقهاش دي بتتوهم ولسه النهارده سرقت محطة بنزين. السواق بيبقى واقف محتار مش فاهم يصدق مين. بوبي بتصرخ ما تسمعش كلامه انا مش مجنونة، لكن قبل ما يلحق يرد بلاستين بيغدر بالسواق وبيموته مكانه. بوبي بتصرخ وبتجري على عربيتها علشان تهرب. الشريف بيسحب جثة السواق عادي كأنه بيكنس البيت وبيرجع يطارد بوبي تاني. والليل بيجي والدنيا بتبقى مظلمة. بوبي سايقة بتنهج وأعصابها في حتة تانية. فجأة بتشوف نور عربية وراها بتشد على الدركسيون وبتقول هو تاني، لكن العربية بتعديها وبتكمل. يا سلام بقى على الرعب اللي من غير لازمة. بوبي بتلمح لافتة فيها جراج وبتقول اهي فرصة استخبى هنا. بتدخل الجراج وبتلاقي ميكانيكي بسيط اسمه ايد. بوبي متوترة ومش قادرة تفرق بين العدو والحبيب فبتضربه من غير ما تفكر. ايد بيتألم وبيقول لها ايه يا ستي انت بتضربي ولا بتسلمي؟ بوبي بتعتذر وهي متلخبطة وبتحكي له القصة كلها. ايد بيطبطب عليها وبيقول معلش انا هكلم المدير بتاعي وهو يعرف يتصرف، وبيقدم لها شوكولاتة سخنة علشان تهدى. بوبي بتقعد تعالجه من الجرح اللي سببته وبتقول له اسفة يا عم ايد انا النهاردة ماشيالي نحس. لكن المفاجأة عربية بتقف بره وايد بيخرج يستقبل البوس بتاعه. بوبي بتستأذن تدخل الحمام. بتدخل أوضة مليانة حاجات غريبة. بتبدأ تبص حواليها بتلاقي بطايق لبنات كتير كلهم مختفيين، وقبل ما تستوعب مين بيدخل الشريف بلاستين. بوبي واقفة في الأوضة بتبص على الهويات اللي في كل مكان ووشها بيسود لما بتفهم الحقيقة. كل البنات دول كانوا ضحايا. وفجأة بيدخل بلاستين بمنتهى الهدوء كأنه داخل يشرب شاي. بيبتسم ابتسامة مرعبة وبيقول عارفة يا بوبي كلهم كانوا فاكرين هيعرفوا يهربوا بس مفيش غير نهاية واحدة هنا. وبيبدأ يحكي لها قصصه عن البنات اللي قتلهم كأنه بيحكي حواديت قبل النوم. بيقول لها أنا الوحيد هنا شرطة، يعني مين هيوقفني؟ محدش يقدر يوقفني. وقبل ما تلحق تستوعب ايدي الميكانيكي اللي لسه كانت شايفاه فيه الامل بيجي ويضربها على دماغها. بوبي بتقع وبتغيب عن الوعي، ولما بتفوق بتلاقي نفسها مربوطة في كرسي. بتصرخ وبتحاول تتحرك بس الحبال ماسكة جامد. ايد بيقرب منها بطريقة مقززة، بيحط ايده تحت هدومها وبيبدأ يتحرش بيها. بوبي بتعيط وبتصرخ سيبني يا حيوان. وهنا بيدخل بلاستين ويشد ايد من عليها وبيديله علقة. بيقول له انت عندك مشكلة في السيطرة، انا قلت لك على قد اللعبة. بوبي مرعوبة بتسأله انتوا بتعملوا كده ليه؟ بلاستين بيرد وهو ولا فارق معاه، اخويا اتولد عنده مشكلة عقلية وتعاير طول عمره، كل ده بسبب ست منحرفة معرفتش تسيطر على نفسها. كل الستات كده، كذب وخداع وسم بيقتلنا كل يوم، عشان كده لازم يتعاقبوا. بوبي بتبصله بغيظ وبتطف في وشه انت مجنون. هو بيمسح وشه بمنتهى البرود وبيخرج سكينة غريبة. بيقول لها شايفة دي؟ عملتها من فك امي بعد ما قتلتها.
بوبي جسمها بيتجمد مكانه من الرعب. بلستين بيكمل بمنتهى البرود: هديكي فرصة، الطريق السريع نص ميل من هنا، لو وصلت ليه انت حرة. بس قبل ما تمشي بيمسك ايد بوبي وبيفاجئها بصدمة. بلستين بيقطع لسانها بالسكينة. بوبي بتفقد وعيها من الألم والدم سايح في كل حتة. الشريف بكل برود بيرمي لسانها في الحوض، وإيد بيسد بقها بقطعة قماش. بعد شوية بتفوق، بتكتشف إنها مش مربوطة خلاص. بتبص حواليها وبتلاقي لسانها المقطوع مرمي في الحوض. بتترعش وبتفهم إنها قدام فرصة واحدة للهروب. بتخرج وبتلاقي بلاستين وإيد قاعدين بيتفرجوا على كرتون زي ولا كأن في حاجة. بتقول لنفسها الفرصة دي مش هتتكرر، وبتجري بره المكان. بلستين بيضحك وبيقول هنديها 5 دقايق وبعدين نكمل لعبتنا. بوبي بتجري في الضلمة، جسمها بيترعش من الرعب والتعب. كل نفس كأنه آخر نفس، بس عندها أمل تنجو. فجأة بتلمح نور عربية وراها، هو تاني بلستين. بوبي بتحاول تجري بس رجلها بتخونها وبتقع على الأرض. الراجل بيوقف عربيته بيقيس المسافة بالمتر كأنه بيلعب رياضة. 800 ياردة. حلوة يا بوبي، نكتبها في بطاقتك. وبيديها لها كمان، بيمد لها ازازة مية زي ما عمل مع ضحاياه قبل كده. بوبي بتاخدها وبترميها في وشه، فبيضحك وبيطلع مسدس وبيديها رصاصة واحدة: لو شايفة نفسك بطلة هو ده آخر أملك. بوبي بتمسك المسدس وبترفعه على دماغها، وبكل يأس بتضغط الزناد وبتضرب نفسها. بلاستين بيتفاجئ وبيقول اللعبة ما بتمشيش كده، وبيروح يقرب منها. لكن بوبي بتتحرك بسرعة وبتخطف عربيته. هو بيحاول يلحقها، بيجرها على الأرض وبيخنقها. بوبي بتمسك حجر ضخم وبتكسر دماغه بيه. بتجري على العربية وبتدوس بنزين، بس وهي بتبص في المراية بتلاقيه لسه عايش وبيقوم. بوبي بتتنرفز وبتقول لنفسها لساني اتقطع، حياتي اتدمرت، لا انا مش هسيبك حي. بتلف بالعربية وبترجع عليه بأقصى سرعة. هو بيحاول يضربها بالرصاصة الوحيدة اللي في المسدس، بس ما بتجيش فيها. بوبي بتدوس وبتفرمه تحت العجل وبتخلص منه تماما. بوبي بتنهار وبتعيط من الراحة، الكابوس خلص. حتى لو لسانها مش موجود، على الأقل رجعت حرة. لكن القصة ما خلصتش. بوبي بترجع الجراج مرة تانية، بتاخد مسدس الشريف وبتمشي جوه. بتلاقي لسانها المقطوع، بتحطه في تلج من الفريزر علشان يمكن يتلحم بعدين. وفجأة ايد بيظهر وبيقول لها انت بخير. بوبي مش بتقدر ترد، بتمسك السكينة وبتطعنه في رقبته بلا رحمة. آخر مشهد: بوبي سايق العربية ناحية نور المدينة. التليفون بتاع ريت بيرن، بتبص فيه اللحظة وبتقرر ترميه بره الشباك. وبتقول لنفسها بصمت كفاية قرف، كفاية ماضي سام. الكاميرا بترفع لفوق، الفجر بيطلع وبوبي ماشي على طريق جديد، بداية جديدة بعيدة عن الرعب اللي عاشته. وبكده تكون خلصت حكاية بوبي اللي اتقلبت حياتها من رحلة عادية في الصحراء لكابوس مرعب مع شرطي مجنون. ايه رأيكم في النهاية؟ هل كانت تستاهل اللي حصل لها، ولا كان ممكن تنجو من غير ما تخسر لسانها وحياتها تتدمر كده؟ سيبولي رأيكم تحت في الكومنتات. ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.